بسم الله الرحمن الرحيم. عايز اتكلم عن حاجة سريعة كده. مليون مبروك بس الأول للنادي الأهلي، البطولة رقم 45، بطولة دوري، البطولة الأصعب، البطولة اللي فيها تحديات كتير قوي، البطولة اللي فيها إخفاقات كتير قوي من مارسيل كولر، البطولة اللي فيها روح وعزيمة، البطولة اللي فيها جمهور، أعظم جمهور في الدنيا، البطولة اللي فيها سوء إدارة، البطولة اللي فيها لعيبة رجالة، البطولة اللي فيها ناس كتير قوي شككت في ان الاهلي الدوري راح ومش عارف ايه. بس ده برضو الامل الوحيد اللي لحد اخر ماتش في البطولة الاهلي موجود. اوعى اوعى تغفل عن الاهلي، اوعى. انا بس يعني من مشاهدتي امبارح للماتش اتفرجت على كرة ممتعة جدا، اتفرجت على قد ايه ان الاهلي فرقة حلوة، قد ايه ان الاهلي فرقة جماعية كويس جدا، كويسة جدا. اتفرجت على مع ناس زمايلي زملكاوية، الجملة الشهيرة بتاعتهم كده كده اصلا دي مسرحية وكده كده مش عارف ايه. فانا بتكلم مع شخص زملكاوي يعني زميلي وحد محترم جدا. فبتكلم بقول له، هو بيتكلم بيقول لي ايه، بيقول لي اصل امام اللي انتوا بتحتفلوا بيه دوت شتمكم. فانا قلت له طب ما انتوا مرتضى منصور هزقكم، شتمكم بامكم. يقول لي لا 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 انا ليا بامام. طب ماشي، ما انا ليا بمرتضى. بلاش مرتضى، شيكابالا تف عليكم. بلاش شيكابالا، ابراهيم حسن، حسام حسن، بلاش ابراهيم سعيد، بلاش كهربا، انتوا اللي بلاش محمود علاء. محمود علاء لما عمل بصباعه بن شرقي نفسه شتمكم. بس الفكره كلها ان انتوا مركزين في الاهلي. طب ماشي، تعالى انت بتتكلم جاي بيقول لي ايه، امام شتمكم وانتوا اللي جبتوه ومش عارف ايه والمبادئ ومش المبادئ. قلت له طب وانتوا فين مبادئكم في ده كله؟ يقول لك لا لو انتوا ما كنتوش خدتوا امام كنتوا رسختوا المبادئ. قلت له طب وهي هتفيد معاك ايه؟ انت كده كده زملكاوي، هتفيدك بايه ان المبادئ بتاعتنا تنفعك ولا لا؟ انت مالك؟ فيقول لك فانا بكلمه على مرتضى منصور فبقول له مرتضى منصور شتمكم هزقكم وانتوا رحتوا جمهور ومش جمهور. يقول لي هو شتمنا انا؟ قلت له هو امام عاشور شتمنا انا؟ قال لك لا ما شتم جمهور الاهلي. قلت له ما مرتضى منصور شتم الزمالك كلها وجمهور الزمالك كلها والالتراس كله والجمهور كله. يقول لي لا بس ما شتمنيش. طب انت عقليتك ايه؟ ايه ظروفها؟ انت متسامح مع نفسك اصلا؟ مفيش. يقول لك لا انتوا الاهلي مبادئ ومش مبادئ. بس انا عايز كده. قلت له يا عم هو امام شتمنا. قال لي بس انا عايز كده، انا عايز كده. قلت له ماشي، امام شتمنا. ايه انت تمام يعني بالنسبه لك كده بطوله 1-0 ليكوا يعني ولا ايه؟ مش فاهم. طب ما انت لو مثلا لو بتتكلم على الشتيمه، انتوا عندكم رئيس ناديكوا نفسه شتمكم، لاعيبتكوا كتير قوي شتمت الجمهور. مش مقتنع بكده؟ انا مقتنع ان الاهلي ما فيهوش مبادئ ومش عارف. قلت له يا عم انا زيرو مبادئ. انت مبادئك ايه؟ يقول لي لا انت مالكش دعوه بمبادئي. طب خلاص انت مالكش دعوه بمبادئي. انا مش فاهمك، بتقارن ايه بايه؟ ما تقارنيش بحاجه. جاي دلوقتي يقول لي اصل الاهلي خد الدوري وكلنا عارفين خدوا ازاي ومش عارف إيه. قلت له ماشي، خدوا ازاي؟ قال لك اصل انتوا فاركو سايب لكم الماتش. قلت له طب ما انت سايب الماتش البيراميدز، مفوت ماتش البيراميدز. قال لك الثلاث نقط اتخصموا ومش اتخصموا. قلت له يا عم يتعادوا الثلاث نقط عادي، انتوا يا عم احنا لعبناكوا وانتوا كسبتونا ولا اي حاجه حصلت. ما يمكن لو كنا لعبناكوا اصلا كنت شلته بفضيحه، لان كان في مشاحنات من جمهور الاهلي بسبب الماتش اللي احنا تعادلنا معاه في الدور الاول. فيا ساتر ربنا ان احنا ما لعبناكوش اصلا. فاهمني؟ فانت ما تجيش يعني انت عايز تقلل من البطوله دي باي شكل من الاشكال، نفسك تقلل منها بس مش هتعرف. جمهور الاهلي بيدي درس في ان انا مش هرمي الفوطه، مش هرمي الفوطه، مش هستسلم. امبارح بنشوف بيراميدز وهي بتحتفل في الملعب، حاجه مضحكه، مضحكه بطريقه غريبه. انت بتحتفل بناء عن ايه؟ يا عم احتفل عادي، كده كده برضو العباسيه بتاخد اكتر من كده. وبدل عربيه الاسعاف ام خطين حمر في كتير، في كتير قوي. اركب لك عربيه حبيبي واجري وتنطط.
ومية مية المسرحيه، والجون اللي اسمه مش عارف ايه شيكا دوت طالع بيقول لك انا كنت بتفرج على المسرحيات في البيت وبضحك ومش عارف ايه، واول مره احضرها لايف. طب يا حبيبي كويس ان انت خرجت من اول مشهد، عشان لو كنت كملت ما كانتش هتبقى مسرحيه، كانت هتبقى حفله. انا مش فاهم انتوا عايزين ايه؟ بتحكوها ليه في النادي الاهلي؟ النادي الاهلي هيفضل اعظم نادي في الكون مهما حصل على مر التاريخ وعلى مر العصور. ما شفتش انزه من النادي الاهلي. هنرجع نتكلم لو على المجاملات، فكل الانديه بتتجامل، والا ما كانوش لغوا هبوط الاسماعيلي. لو على على مثلا المساندات ومش عارف ايه والكلام ده، فانت اكتر نادي اتساندت. ولو مش مصدقني اسال اتحاد الكوره بمثلا بان انت بتروح افريقيا وانت عليك غرامات وما سددتهاش، مثلا بحل مجالس والوزير نفسه بيتدخل. فانت بتتسند من الدوله، انا مش انا بس، فاهمني؟ لو مثلا على عقود الرعايه، مش ذنبي ان انا دايس عليكم، مش ذنبي. فانا عقود الرعايه بالنسبه لي انا مستحقها بمجهودي وتعبي. فانت ما تجيش تتكلم عن النادي الاهلي وركز في فرقتك، ونفسي تحفظ فرقتك اكتر ما انت حافظ تاريخ النادي الاهلي. فاهمني؟ برضو الفتره اللي فاتت بتكلم وبعلق على الكلام اللي بيتقال عننا احنا، فانا برد عليه. فزمايلي زملكاويه بيقولوا لي اصل انت حاطط نفسك مع الاهلي مع الزمالك وعامل الزمالك محتوى ليك ومش عارف إيه. يا حبيبي لا، انا ما يشرفنيش اصلا ان انا ابقى ليا محتوى زملكاوي. بس الفكره كلها ان انا برد على كلام الزملكاويه. انا مش يعني انا ما بتكلمش في ان انا كل يوم مثلا فاتح بهاجم الزمالك ومش عارف ايه، زي القناه بتاعتكم لما كانت محتواها 24 ساعه جمهور اهلي ومجلس اداره الاهلي وتعالوا عندنا ونعمل لكم فتره معايشه والكلام ده. انا مش كده، انا برد على الكلام اللي انتوا بتقولوه، برد على الكلام اللي انتوا بتتكلموا عنه وتحطوا الاهلي في جمله مفيده. انا بالنسبه لي انتوا مش شاغليني اصلا، انتوا عمركم ما شغلتوني لان انتوا مش موجودين، انا مش شايفكم. انتوا كنتوا الاول بيقولوا القطب الثاني ومركز تاني ومش عارف ايه، انتوا دلوقتي مش موجودين، مش موجودين. فاهم؟ فحاولوا تركزوا وفكروا في اللي جاي، وفكروا في الدوري الجاي هتقولوا عليه ايه. يعني ان هو مثلا دلوقتي 100 100 المسرحيه، ممكن الفتره الجايه ديت او الدوري الجاي دوت تقولوا مثلا اغنيه تانية عشان نظبطها مع بعضين. مليون مبروك للنادي الاهلي وجمهوره، مليون مبروك لاداره النادي الاهلي برغم اخطائها، مليون مبروك للاعيبه النادي الاهلي الرجاله اللي قتلت لحد اخر وقت، مليون مبروك. ووداعا حزينا لعلي معلول بالذات، انا مش هتكلم عن لعيبه تانية ماشيه، انا بتكلم على علي معلول بالذات. واتمنى ان انا اشوفه في النادي الاهلي منصب كويس يليق بيه، يعني اتمنى. علي معلول قدم كتير قوي للنادي الاهلي، والنادي الاهلي ما اظنش ان هو بينسى حد. مليون مبروك للنادي الاهلي وجمهوره، والبطوله رقم 45 دوري حرام. انا بحب الحرام، وخد بالك بطولات الاهلي 45 كلها حرام. ويعني عايز اقول لكم ان ربنا ما بيباركش في الحرام، بس 45 كتير قوي، انت فاهمني؟ فمش عارف الحرام ده نتعود عليه ولا ايه، ولا انتوا سلام.